الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد
أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. السلام عليكم. السلام
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون له الحمد في السماوات والأرض ونشهد وحين تظهرون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين ما هلل مهلل وكبر مكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات اتقوا الله تعالى حق تقواه فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى هي خير الزاد وحبل النجاة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن هذا اليوم من أيام الله تعالى التي اختارها لعباده ليحمدوه ويشكروه ويظهروا شعائره ويعظموها، وهذا معنى من معاني صلاة العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، الغاية من هذا اليوم المبارك عبادة الله والتخلص من عبودية غيره تعالى وتحرير النفس من أهوائها، وهذا ما تشير إليه قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. إذ أمر الله تعالى بإبراهيم بذبح ولده إسماعيل بعد أن كان يسأله أن يرزقه ذرية طيبة سنين عددا، فلما وهب له إسماعيل عليه السلام أمره بذبحه ليخلص النفس لله وليكون حب سيدنا إبراهيم لله فوق كل حب. فما على أبي الأنبياء وإمام الموحدين إلا الامتثال والتنفيذ لأمر الله تعالى، وكذلك فعل ابنه البار إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. يقول الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى بمنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أيها المؤمنون والمؤمنات، يستفاد من هذه الآيات أن هذه القصة عظيمة فضيلة التقوى من قلوب أنبياء الله، وهو ما أثمر تضحية وتحررها. والتضحية ها هنا لها وجهان: الأول الإيمان بمقتضاه وهو الإخلاص والتسليم والتفويض لله تعالى، والثاني التفاني في العمل وفق أمر الله تعالى مع الإحسان والإتقان، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالتصديق بالرؤيا إيمان صادق، والقيام بالفعل وفق أمر الله إحسان، فيتحقق في المحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس ببعيد على المؤمن المقتدي بنبي الله إبراهيم والمتأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من المحسنين الشاكرين ينعم الله المختلفة، وذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح اللذين هما شرط الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في الدين والدنيا والآخرة.
وفي النفس ومع المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، إن من كرم الله تعالى على العباد أن أشركهم مع حجاج بيته الحرام في كثير من الطاعات في هذه الأيام التي منها التكبير والذكر والدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. ومعناها الإكثار من ذكر الله تعالى وحمده وشكره، مع التوسعة على العيال في النفقة من غير إسراف. ومما ورد في لفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات في أدبار الصلوات الخمس من ظهر يوم العيد إلى فجر يوم الرابع. وإن زاد التسبيح والتحميد والتهليل مع التكبير فلا بأس، فإنها من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله تعالى. ومنها الإكثار من الصدقة والعطاء لفقراء المسلمين ومحتاجيهم، فالصدقة في هذه الأيام منصوص على فضلها ومرغب في أجرها. ومنها صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب وإدخال السرور عليهم وعلى المسلمين أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أما الأضحية التي هي من سنن هذا اليوم، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنين نيابة عن أمته، واستن مولانا أمير المؤمنين بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه، نظرا لما تعيشه بلادنا من التقلبات المناخية الصعبة المفضية إلى غلاء الأسعار وقلة الماشية، وأخذا بمبدأ التيسير الذي هو مظهر عام من مظاهر الشريعة. وعقيدتنا أن اتباع إمام الأمة فرض عليها في شؤون دينها. حفظ الله مولانا الإمام وجعله ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، ومنبعا للرأفة والرحمة والتيسير، وبارك في صحته وعافيته، وحقق له كل ما يصبو إليه من رقي وازدهار لبلده وأمته. آمين. هذا ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد، وصلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. آمين. إنك حميد مجيد. اللهم للخلفاء الراشدين ساداتنا الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل اللهم من وليته أمر عبادك المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه من كتابك وأعد عليه أمثال هذه المناسبة وهو ينشر في كل الصحة والعافية، وأقر عين جلالته بولي عهده المشمول بالعناية الربانية صاحب السمو الملك الأمير الجليل الحسن، وشد أصله بشقيقه السعيد صاحب السمو الملك الأمير الجليل الرشيد، وبأخبار النصرة الملكية الشريفة. إنك سميع مجيب، واسع رحمتك وكريم فضلك وجودك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وآباءنا وأجدادنا وأمهاتنا
وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سعيد قلب البلغة الحسن البلغة لا فضل مبروك بزاف مبروك باش متني الله يعزك خويا سمعتنا خويا مبروك سيدو يتعودوا بخير ان شاء الله طول العمر ان شاء الله داير خويا ماشي مزيان الصحه بخير والطيبه راك هاني ما كتعمل الله كلشي مزيان الحمد لله بخير صحه كلشي عام الله يعاونك كلشي بخير هي طويل والله الا كان هي كنت على العافيه يوم ما نجيش الصباح على حسب الخدمه ملي كنجي كنسول فهم كي داير بدا كي داير عبد اللطيف كي داير هذيك كي داير هذيك ولا مره ما تفكرني سنه نهضر ويا هذيك كتقول لي كي داير ها ولدي مبروك عليه مبروك سكوت فرح يا معليش اللي جاب الخير الناس ها يا نقرا عرفنا لا انا شكلها ولا كنكون السماره رشميلو السلعه ان شاء الله نشوفك السنه الله يكبر فيك وزاد من كاع الاخوات الله يعزك ويدوك الله ينورك لا يعطيك الخير ولك
مشاهدينا الكرام، هذه وقائع فطر العيد مدينة جدة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الفيديو هذا. أيضا مبارك عيد للجميع وتحية للجميع.